بعد شهور من الانفصال، عودة العلاقة بين هنا الزاهد وتامر حسني ليتصدر محركات البحث، والجمهور ألف مبروك. بعد أن أعلنت الفنانة هنا الزاهد رسميا انفصالها عن الفنان أحمد فهمي، واللي كتبته على حسابها على ستوري على تطبيق الانستجرام، واللي كتبت: الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير. ومن بعدها انتشرت بعض الشائعات عن خبر انفصال الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي، واللي جاء منها خلاف على حمل الفنانة هنا الزاهد من والدة الفنان أحمد فهمي. كما انتشرت شائعة أخرى على صفحة شربليطة المختصة بأخبار الفنانين، واللي أكدت الصفحة على حسابها على تطبيق الانستجرام أن هناك مصدر مقرب من الفنانة هنا الزاهد عن السبب الرئيسي للانفصال، وهو بسبب ممثلة مصرية كانت قد أرسلت رسائل خاصة للفنان أحمد فهمي، وكشفت أن الفنان أحمد فهمي ساعد هذه الممثلة بإيجاد أدوار ضمن أعماله التمثيلية، وذلك بعد تنازلات قدمتها في سبيل ذلك. كما أكدت صفحة شربليطة بأن ما زال الفنان أحمد فهمي على تواصل مع تلك الممثلة، وأنها نقلت مسكنها بالقرب من الفنان أحمد فهمي منذ 3 أشهر. وبعد انفصال الفنانة هنا الزاهد عن طليقها الفنان أحمد فهمي تحديدا في يوم 15 نوفمبر لعام 2023، بدأت الفنانة هنا الزاهد تتجاوز أزمة طلاقها، وقالت الفنانة هنا الزاهد بمجموعة من الأعمال، ومنها قررت أن تخوض السباق الرمضاني للعام المقبل عام 2024 بمسلسل مكون من 15 حلقة، ولكن لم يتم الاستقرار على اسم العمل إلى الآن. كما تواصل الفنانة هنا الزاهد تصوير مسلسلها إقامة جبرية مع الفنان أحمد حاتم، كما شاركت أيضا بعرض مسرحيتها الجديدة كازانوفل مع الفنان أحمد السعداني. وغادرت الفنانة هنا الزاهد من القاهرة متجهة إلى المملكة العربية السعودية لبدء بروفات المسرحية، وذلك لعرضها في 5 يناير القادم. كما كشفت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام عبير فؤاد عن توقعات جديدة للفنانة هنا الزاهد لتتخطى أزمة طلاقها، واللي علقت: بناء على حركة الكواكب بتشير إن الفنانة هنا الزاهد ستكون لها بداية جديدة في عام 2024، وربما ترتبط عاطفيا. وعن عودة العلاقة بين الفنانة هنا الزاهد والفنان تامر حسني بعد نجاح الفنانة هنا الزاهد مع الفنان تامر حسني في فيلم بحبك، ومن بعدها كان من المقرر تعاون الفنانة هنا الزاهد مع الفنان في فيلم تاج، ولكن اعتذرت الفنانة هنا الزاهد بسبب تحضيرها الفيلم مستر إكس مع طليقها الفنان أحمد فهمي. وأكد بعضا من الجمهور إن الخلاف بين الفنانة هنا الزاهد والفنان تامر حسني واعتذارها عن المشاركة في فيلم تاج، وذلك بعد انتشار أخبار تؤكد خلاف بين الفنان أحمد فهمي والفنان تامر حسني، وذلك بعد تصريح الفنان أحمد فهمي في إحدى اللقاءات واللي علق: في فنان كبير بصلي في أكل عيشي. ورجح البعض من الجمهور إن الفنان تامر حسني، ولم يخرج الفنان أحمد فهمي لينفي الخبر أو يؤكده، بل جاء تصرف الفنانة هنا الزاهد باعتذارها عن المشاركة مع الفنان تامر حسني عن فيلم تاج، وأيضا بعد تصريح الفنان تامر حسني بأنها أول فنان يقدم دور سوبر هيرو في مصر، واللي رد الفنان أحمد فهمي بأنه من قام بهذه الشخصية من قبله من خلال عمله بمسلسل الرجل العناب. وبعد انفصال الفنانة هنا الزاهد عن الفنان أحمد فهمي، تصدرت الفنانة هنا في الساعات القليلة الماضية حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أنباء عن تعاون جديد بيجمع بين الفنانة هنا الزاهد والفنان تامر حسني. كما عادت علاقة الصداقة من جديد بين الفنانة هنا الزاهد والفنان تامر حسني، وخلال الفترة القادمة سيعلن عن باقي تفاصيل العمل.